And they're off. Here we go. We are going to see some good men's swimming right here. And it is going to be El Arabi for 4. But swinging these والله احب اقول لهم احنا راجعين بعثه منتخب مصر للسباحه من فوكوكا اليابان. ان شاء الله السنه الجايه نكون في الاولمبيك جيمز وكل سباحيننا محققين بامر الله. وان شاء الله المره الجايه ما يبقاش في اي بطوله في اليابان. تقريبا الطياره هتفوتنا لان الساعه دلوقتي المفروض البوردنج هيبدا 29 دقيقه صح؟ الساعه 29 دقيقه قصدك 12 20 دقيقة. الساعة دلوقتي 12 ونص يعني ان شاء الله ما تروحش. بس احنا خلاص قررنا على الجيت قدام 148 هو يعني وات اي نو بس هو ان اسمه ايه ده. انا متحمس جدا لبطولة العالم الصراحة. مبسوط بالنتيجة بتاعتي. طبعا كنت اتمنى ان انا هجيب ميدالية بس ده السبب عشان ان احنا دي مش اخر بطولة عالم، في بطولة عالم جاية ان شاء الله. السكادجول بتاعي لسه مش عارف هلعب بطولات ايه بعد كده، ولكن اهم حاجة دلوقتي ان انا ارجع ان شيب. عايز ارجع اخش الجيم تاني. الحمد لله مع السلامة. فريدة قاعدة هنا. سهلة كمان. سيئة. بس سهلة كمان. يا جماعة ايه ده؟ ساوند اكسايتد حتى. حاجة في الطيارة 3 حاجات: انك تنام، تشرب مية كتير، ويبقى معاك سماعاتك. دي مهمة فوق ما تتخيل. عايز ابدأ احفظ في القرآن، فقال لك ابدأ بالصور اللي انت بتحبها. فاحنا هنرجع لسورة مريم، نسمع سورة مريم. يعني انا المفروض ابقى في بيتنا الساعة 1 الظهر، 1:30 بحيث ان انا يا دوبك ايه اخد شنطتي واخد الباسبور وبعدين وبس. تاني الناس كده كلها فاكره ان انا يوتيوبر مشهور عشان خاطر كله عمال يبص لي الكاميرا ويعمل لي، ما عرفش ان هم كلهم على بعض 1000 سبسكرايبر اصلا. تاني ان انا هرجع بكره اعوم، ان انا مش المفروض ان انا اخد اجازه كبيره، فبكره الصبح هننزل نعوم. يلا باي باي. ولا اعمل اي فرق، ما علينا. فانا كان حلمي ان انا اجيب ميداليه ده في بطوله العالم، واظن ان انا كنت عامل حساب ان اجيب 22/6 22/7، وكنت في هذه الفورمه ان انا اجيب 22/6 22/7 في 50 دولفين، ولكن ربنا ما وفقش. حصلت مشاكل في الستارت، وبعدين حصلت مشاكل في اخر 15 متر لان بسبب اللي حصل في الستارت. فهو السبق كله ما فيهوش مساحه اساسا ان انت تغلط، وانا غلطت مش بدل الغلطه ممكن مثلا يكون 3 4 ولا حاجه زي كده. لازم تعمل ريفلكشن يعني ايه اللي حصل في السبق. خلاص
عملت ستارت حلو، لا عملت ستارت وحش، عملت فينش حلو، عملت فينش وحش، التيرن كان حلو، التيرن كان وحش، اول 4-5 شدات، اول 3 شدات، وات ايفر ايا كان بقى المكان الريفلكشن انت بتعمله وايه اللي انت هتوصل بيه. واسمع من كذا حد، اسمع من زمايلك، اسمع من مدربك، اسمع من مدربين تانيين لو ينفع. انا اول حاجه عملتها بعد السبق هو ان انا صليت ركعتين شكر لله ان انا السنه اللي فاتت كنت من 27 ولا 28 او ممكن يكون حاجه و30 كمان على العالم. يلا يا ابني محدش يجي هنا تاني. يلا عش اوحش حاجه بقى بعد التيب ان انت ترجع تاني، بس زي ما قلنا اهم حاجه ان انت تعمل ريفلكشن وتعرف الجولز بتاعتك، وبعد تعرف الجولز بتاعتك تعمل بلاننج، وبعد تعمل بلاننج تبدا تنفذ ان شاء الله عشان خاطر ربنا يكرمك في البطوله اللي بعدها. ايا كان بقى انت حاسس ان انت عملت اللي عليك، دايما يبقى في رينج اوف امبروفمنت لازم تتعرف عليه، وبعد تتعرف عليه ان انت تبدا فيه. هو ده متهيألي الفلوج لحد دلوقتي. اتمنى يكون الفلوج مش سيء. اشوفكم المره الجايه باذن الله. يا ريت تعملوا لي فولو على الانستجرام وعلى الفيسبوك وعلى التيك توك، ولو انت مش عامل سبسكرايب يا ريت تعمل سبسكرايب، يعني مش اسلوب برضه. شكرا.